أدوية تساعد على الرجيم؟ الجواب نعم، أكو أدوية موجودة بوصفة يكتبها الطبيب، مثل الزينيكال واللوركاسرين والسكسندا. السكسندا هو دواء لعلاج سكر رقم 2 على شكل إبر تحت الجلد، وأيضا دواء للرجيم، فأبو السكر يقدر يستعمله هم للرجيم وهم للسكر، ولكن اللي ياخذ انسولين ما يقدر ياخذه. 2، هل يوجد أي دواء بالصيدلية ممكن يساعدني؟ الجواب نعم، أكو نوعين من الأدوية ممكن تستعملها بالصيدلية يساعد على الرجيم. أولا السيليوم اللي هو ألياف طبيعية على شكل باودر أو كبسول، 4 ملغرام، تاخذه 3 مرات باليوم ويا كل وجبة، بس لازم تاخذ وياه قلاص مي. شنو فائدته؟ يخليك تشعر بالشبع، فما تاكل هواية، وأيضا جدا مفيد لأنه يقلل الكوليسترول. من الأشخاص اللي ما يصير ياخذون أدوية الناركوتكس اللي هو مسكن قوي لأنه يسبب قبوضية فيبقى بالبطن. هذا شنو هو الدواء الثاني الموجود بالصيدلية؟ هو البنزوكاين، حبوب مص للبلاعيم اللي توجع بلاعيمه، بس بنفس الوقت ممكن تستعملها تقلل الشهية، لأنه من تمص هاي الحبوب راح يغير طعم الحلق. أكو منها أبو 4 ملغرام أو 6 ملغرام، تقدر تاخذ حباية واحدة نص ساعة قبل الأكل، فمن تجي تاكل ما تشتهي تاكل هواية. شنو رأيي بالأعشاب لعلاج السمنة؟ أبدا ما أفضل أي واحد يستعمل أعشاب، لأنه أثبتت أنه هي غير فعالة، وكذلك تسبب مشاكل صحية أخرى. من الأخطاء الشائعة أنه يستعملون المسهل والمدرر حتى يفقدون الوزن، وهذا خطأ، لأنه حيفقد سوائل ولا يفقد شحوم، ويؤدي إلى جفاف ولعبان نفس وفقدان الأملاح، فلا يفضل. إذن علاج السمنة هو الإصرار، وثانيا على حفظ صحة جيدة، وذلك بتقليل الدهون والحلويات والأكل اللي بسعرات حرارة عالية، وبالاعتماد على الرياضة وأكل صحي متوازن. وأشكركم، الصيدلانية جنان.